هنعمل أجمل صلصة للكشري والدقة بالخل، الدقة الحارة والبصل المقرمش، وأجمل طبق فراخ مشوية ممكن تاكلوه مع الكشري المصري بأسهل طريقة في 5 دقايق هتعمليه، والطعم روعة. نبدأ بسم الله ونصلي ونسلم ونبارك على حبيب رسول الله. هنسلق العدس بجبة مية وكمون ونكون غاسلينه كويس، وكمان هنكون بنسلق المكرونة. هنعمل بقى البصل المقرمش الجميل ده بكل سهولة. هنقطع كمية من البصل في الكبة بالضغط المنفصل، يعني مش هنضغط مرة واحدة على الكبة. هيبقى معانا باللون دوت، بالتقليب المستمر هيبقى معانا لون واحد بالشكل ده. هننزل بيه على مصفى نصفيه كويس جدا جدا من الزيت، وكمان على ورق او مناديل مطبخ. هنكمل تصفية البصل عشان الزيت هو اللي بيخلي البصل طري معانا. نحتفظ بيه في علبة لحد ما نحطه على الكل. يفضل تعملي كمية كبيرة وتشيليها في التلاجة، هتنفعك جدا جدا. نروح بقى نعمل مكان البصل، هنعمل الرز بالشعرية للكشري. ضفت معلقة زبدة، كوبايتين شعرية هنحط عليهم بقى بعد ما يتحمروا كوبايتين رز، ونحط الملح، مرقة، والمية، ونظبط الكلام ده كله. يغلي الرز نوطش عليه لحد ما يستوي كويس. هنا معانا أجمل طبق هنعملوه مع الكشري: بصلاية وطماطمية وقرن فلفل حامي، البهارات بتاعتنا لورا وحبهان وسبع بهارات وفلفل أسمر وملح، مع الفراخ. ونقلب الكلام ده كله مع زيت وخل ونحطهم على النار. الصلصة دي اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو قبل كده، اللي عايز الطريقة هيلاقيها موجودة على الصفحة. هنضيف لها بس كمون وكزبرة ناشفة وفلفل أحمر وتوم وخل ومرقة، ونروح نحطها على النار نديها غلوة مع ربع كوباية مية. الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت حطينا ورقة فويل وقطعة فحم متولعة كويس جدا، هننزل عليها بنص معلقة سمنة ونغطي عليها كويس عشان تدينا الطعم الحلو الفراخ المشوية. جبت حلة كبيرة، حطيت المكرونة والرز بشعرية والعدس بجبة والبصل المقرمش، وهنقلبهم كلهم مع بعض في حلة واحدة. ياخدوا من طعم بعض وبيبقى طعمهم حلو جدا. حطيت البصل عشان لو البصل خلص معانا هيبقى طعم البصل موجود في الكشري أساسا. دايما لما بسلق العدس بجبة بسلق كمية كبيرة، بيفيد معايا. بحطه في علبة في الفريزر، بيسهل عليا لما اجي اعمل كشري مرة كمان. والبصل هكذا والصلصة هكذا. هنعمل الدقة بالخل: لتر مية عليه ربع كوباية خل وكمون وملح وفلفل أخضر حار ونص معلقة توم كبيرة، ونضربهم كويس في الكبة. بعد كده هنصفيهم ونحط عليها معلقة كمون، بقت معانا أجمل دقة بالخل. معلقة شطة كبيرة ومعلقة صلصة كبيرة، ونحط كمية من الدقة كده ونقلبهم كويس، بقى معانا أجمل دقة حار. والفراخ المشوية بعد ما استوت معانا بقت بالشكل ده. هنغرفها ونزينها بالبقدونس أو بالكزبرة، بقى معاكي أجمل طبق فراخ مشوية طعمه روعة في منتهى الجمال. ونروح نجهز أجمل طبق كشري. جهزنا الدقة والصلصة والبصل المقرمش، وجهزنا الفراخ المشوية، وأجمل طبق كشري هتاكليه. حطوا البصل بقى المقرمش الجميل ده على الوش، وتحطوا بقى دقة الخل والفراخ المشوية، وهتاكلوا كشري وهتدعولي. بجد طعمه حلو جدا 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 مع الفراخ المشوية. طبق مميز بمنتهى الجمال. لو وصلتوا معايا لهنا وعجبكم الفيديو، لايك ومتابعة ومشاركة للفيديو وتعليق جميل منكم عشان بيفرق معايا كتير يا أجمل متابعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.